تقريبا الحته دي ما كانش فيها حد بيعرف يسوق براكب. مرحبا بكم في جود جايز، حلقه جديده من برنامجكم باد جايز، البرنامج الاميز والاعظم والاشهر على الاطلاق. نعم البرنامج اللي من بره بيتكتب باد جايز ودادي مصمم ان احنا جود جايز. من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ده حقيقي زميلي، ما هو احنا جود جايز في صورة ايوه باد جايز. ده كلام واقعي جدا. طيب بص يا سيدي، ندخل في الموضوع. ما انت ما خليتنيش اسالك واخبطك السؤال الاهم قول لي. والاشهر على الاطلاق. قول لي باش معانا النهارده اخي شاجي. ايه ما سمعتكش؟ معانا النهارده اخي شاجي. بص يا سيدي، ذا دريمر هو مصور وكونتنت كرييتور كرييشن ومخرج ودي او بي، يعني راجل على ابوه بتاع يعني ده اللي بيتقال عليه 3 في 1 بالظبط، زي الشامبو كده بالظبط كده. طبعا هو انطلب مننا كتير جدا. ده من زمان جدا برشا يعني برشا. ده حقيقي. كان هو عامل بروجكت تونيزيا like you are never seen before. You have never seen before. اوه ياه وهو من النوع اللي بيجيب فعلا يعني الموضوع من منظور مختلف جدا بالنسبة له. السحر بقى سحر الدنيا بقى. ده حقيقي. تمام. فمبدئيا يعني ندي له كل الشوت اوت، واكيد انتوا هو غني عن التعريف عندكم، وبرضه الناس اللي من المغرب اللي ما تعرفوش تتفرج عليها تدخلوا تتفرجوا عنده، فعلا عينك هترتاح. فهي حلقه اكتر منها مديتيشن كمان، تغذيه بصريه. بالظبط، تغذيه بصريه. يلا بينا يا باشا، يلا بينا. والان ايها الساده الجماهير، موعد الدخول في التفاصيل. انا بحضر لنا النظارات ال3 دي بس بعد اذنك. سماعتين شغالين عندك؟ سماعتين شغالين عندك؟ يس. الصوت واطي سيكا بس قشطه. اتفرج عشان في حاجات بتفوتنا احنا. ايوه، لا حول ولا قوه الا بالله. هو السؤال تقني بس معلش، يمكن انت ممكن تكون فاهم اكتر مني، ان انا الحاجات دي ممكن ما اعرفش افهم. اتفضل يا باشا اتفضل. هي لقطات الدرون السحاب تبان فيها بالطريقه دي؟ يعني انت لو طلعت فوق السحاب تبان بالطريقه دي؟ ايوه يا باشا، بجد والله. هديك بقى معلومه بما اني حضرت ناطحات السحاب. تمام. السحاب طلع قريب جدا. ما انا عارف جدا، دي نقطه عارف. يعني هو من تحت يبان ان هو بعيد بس هو قريب جدا. الصورة نظيفة بطريقة مستفزة. ده حقيقي. بس خليني اقول لك على حاجة. ان اللي فات ده كله جرافيك ازاي؟ يعني السحاب ده جرافيك مش واقعي. ما هو ده السؤال اللي انا سألته لك. انا ما اعرفش. هو يبان من الدرون، بس هو اكيد عشان عايز يدي الحتة السينمائية بالزيادة، او يديك مشهد خزعبلي. هو بس ليه ايه اللي خلاك تقول انه جرافيك بس؟ لاحظ الحركة بتاعته. هي دي حركة الدرون. ما اعرفش اقرر الصراحة. بس كولرنج محترم يا عم، كولرنج وتصوير محترم. بس اقول لك على حاجة، لما بيبقى عندك مادة خام بتلاقي الموضوع الصراحة يعني معلش يعني يا احترامي الشديد، يعني معلش يا جماعة، مع احترامي الشديد، يعني الطريق لوحده مرسوم. يعني هو سيمترية الموضوع، شوية اشجار على ناحية اليمين، شوية اشجار على ناحية الشمال. والفكرة بقى ان هو الشجر اللي بتاع الغابات بقى، اللي هو اصلا لوحده من فوق بيبقى حكاية، ومطرق بس كده في النص ادي كده سين. والعربية عشان تفصل الدنيا. عربية ده دفع رباعي دي. عشان تفصل الدنيا. تمام. الوادي انت فاهم. لا بس هو الجمال الخضار، فكرة الابيض والاسود، يعني قصدي النور جاي، نور الشمس جاي هنا ومضلل هنا، ففي دبس وفيلد جامد. في حاجة حلوة الصراحة. جبال مثلا على نهر، ده مشهد بحر، يعني دوكها بحر. الطبيعة يا جماعة، الطبيعة. ربي وما خلقت هذا باطلا. بسم الله الرحمن الرحيم. زوني يا زميلي وخضني خضة كبيرة جدا. خضة وداخل علينا بطائر
ده ايه ده؟ ده مش ده نور. علم تونس ده. مش ده مش ده طائر النورس. بس مش ده النورس، طائر النورس. بس هو ليه؟ شفت بقى عشان بتاع تونس لونه احمر. ده بس انا اول مره اشوف اللون ده ده والله. ده دخيل مصري ده. عليهم. ايه ده دخيل الابيض فاسمر، ده مصري دخيل ده. عليهم. يا الله. آه! الله الله. بص الجبل وهبته. لا استنى، سبحان الله. يعني دي كده انت لو شفتها في العادي هتقول دي مرسومه، يعني ده فنان تشكيلي كده جه وعمل الرسم. أيوة صح. انت فاهم؟ صح. والله العظيم كده صح بنفسه والله. وهي ثابته كده. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك. المكان ده فين يا جماعه؟ انا اول مره الصراحه اشوف المكان ده، ما عداش علينا في اي فيديو كليب ولا تصويره قبل كده. يا الله. لا 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 لا, لا. هذا انت عارف بيفكرني بايه؟ ثانيه واحده بس يا جماعه، الحاجات دي فين؟ انت عارف المنظر ده فكرني بايه؟ لما كنت انا وانت بنطير الدرون وانا كنت مرعوب عليهم. ده الراجل خلاص هيوصل بيها للقمر. والله انا كنت مرعوب على الدرون. يعني كان الدرون كانت بتطلع مثلا عماره، ده حقيقي. كانت كام 15 دور. يا مثلا لا ده كنا احنا بنطلع كنا فوق فوق، احنا كنا فوق. فوق عماره وبعد كده لا هي كنا- لما مسافه ما بتطلع فوق بتغيب عن نظرك انت. والنبي والنبي رجعها. ما بشوفهاش كده بحس ان انا في حاله ارتكاريه بتجيب. بسم الله ما شاء الله. بس الله لا ما الصراحه. شاء الله. طب يا جماعه الحاجات دي ازاي دي تونس وكيف؟ اللي اللي احنا نعرفها. ده اكتر دي منظر تونس اللي بشوفه احنا خالص. كنا دايما بنشوفها كده. جبل مع البحر. دي بقى دي مدينه ايه دي بقى؟ ايوه صح، دي ما يعني ايه؟ دي مدينه ايه؟ هو يا ابني هو ايه ده؟ جندوبه مثلا. بس الخضار حلو. الخضار عمار، الخضار حلو. الخضار عمار. بس يعني يا جدعان بصوا، يعني احنا المنظر ده عندنا نفس المنظر ده تقريبا بعيد عن الكوبري يعني، بس الفكره ان احنا عندنا ده لونه اصفر. يعني احنا متعودين على اللون الاصفر، فانتوا يعني فاهم. فاللون الاخضر بالنسبه لنا هنا. وبعدين ده مش نخل مثلا، انت فاهم؟ لا، يعني ده عندنا في الفيوم ده مثلا ده في نخل كتير ده نجيله وسط دي صحراء. ولا نجيله ولا زراعه؟ زراعه. بس انا ما اعرفش، انا طول عمري نفسي اعرف حاجه. هي النجيله اللي على الجبال دي بتبقى زراعه بتتزرع، يعني انتوا بتزرعوها ولا هي بتبقى بتاعت ربنا؟ بص لو في يعني بتطلع منها محصول، بتطلع منها قرش لو يعني في ولا هقول لك لوحدها؟ والله، لو في بيوت في المكان تعرف انها تعرف اكيد ان هي زراعه. لو مفيش بيوت دي اكيد ربانيه، يعني حاجه مطره هي اللي عملت كده. الطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه، الطاقه الهوائيه. السفينه الغرقانه دي احنا شفناها تقريبا ولا ما شفناهاش؟ الله أكبر، الله أكبر، الله اكبر، الله بتاع الرومانيه. بس هي اللي اعرفه ان ده المفروض المسرح الروماني، صح؟ لا مش المسرح الروماني، دي اللي كان بيتقام فيها الحاجات بتاعت يحط لك اسد جوه الاعدام والحاجات دي. لا الحاجات دي مش فاكر اسمها ايه. قلعه الرومانيه. الرومانيه. مش قلعه، ده زي معرض يعني حاجه فيها بيحصل فيها استعراض كده، بس ليه اسم معين. بس المفروض هو اللي بيحصل فيه استعراض ده المسرح الروماني، بس المفروض ان بيكون في هنا بقى مدرجات يعني مدرجات. انا ده غريب قوي السلم ده الاوض دي غريب قوي ده. بس هي الساحه اللي تحت في النص دي تدل ان ده كان فيه المبارزات والحاجات دي اللي بتحصل. اللي فوق ده بقى كان ايه؟ لان هو مش واضح. تقريبا هتلاقي كان الملوك بس اللي بيحضروا، كل ملك ليه باكيه، كل ملك ليه فتحه. ملك ايه ده دول العالم دي هنا كانت بتحضر بقى. ما ده دي كانت دوره بقى، دوره رمضانيه دي. اهو استاد على صغير. عندهم سود مجرى العين زينا. يا لهوي يا لهوي. بس يا جماعه احنا منظر الجبال الصراحه بالنسبه لنا بيبقى يعني اعجاز مرئي يعني. ده حقيقي. وهو حاجه، هو فعلا يعني اعجاز. ده صناعه ربنا. يعني ربنا لما حب يوصف عظمه خلقه كان جايب سيره الجبال. والجبال كيف نصبت.
بقى دي اكيد كانت بيوت بقى وناس ودنيا دول غالبا بتاعت دي البيوت دي كانت بتبقى بتاعت الامازيغ يعني، الله اعلم يعني، بس هم دايما اللي كانوا بيبنوا في المناطق دي بالشكل ده كده، اللي هو انا مش عارف دي بتبقى منحوته ولا بس هديك واحد تخيل ايه في الليل وانت ساكن هناك وده كده يعتبر فوق جبل تمام، وصحيت ما صحيتش، انت لسه صاحي انت لسه صاحي ومسيطر على نفسك، طلعت كده وشفت السماء بالليل النجوم، لا منظر راح كان نفسه يعيش في منظر ولا كان يشوف الانترنت ولا الكلام ده كله. والله ده ايه ده يا معلم؟ مش عارف ايه ده يا زميلي؟ في اشكال هندسيه غريبه يعني طبعا انا 3/4 الحاجات دي مش شفتهاش قبل كده في ولا فيديو عدى علينا. شايف الروقان ولا الروقان ولا بص هو فين يلا من فين يلا، ده متجوز الطبيعه يعني متجوز الطبيعه يا الله. اللي هناك دي سيدي بوسعيد ولا انا بهيس؟ استنى انا جاي اهو. سيدي بوسعيد ممكن تبقى سيدي بوسعيد. لا دي مش سيدي بوسعيد، سيدي بوسعيد على جبل. ما هو ده جبل يعتبر. لا ده في اخر الجبل. ايوه بس سيدي بوسعيد بتبقى اعتقد انها فوق. كلها تخمينات. طب ممكن سيدي بوسعيد من زاويه تانية. يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله، ازرق وصخر لون الاصفر والخضار الثلاثه مع بعض يعني. يا رايق انا نفسي اعوم في حته زي دي لوحدي كده والله العظيم في تونس يا زميلي والله بجد. في تونس اسمع مني انت رغم الفيديو كله من اوله لاخره مفيش بني ادم عدى علينا في فصلان السنين. انا السؤال ده مش عارف سالته لك في الطبيعي لما كنا بنتكلم مع بعض ولا سالته واحنا بنصور قبل كده، اللي هو شايف الماء صافيه جدا المفروض ان في سمك في الماء ليه مش باين بقى؟ الموضوع ده دايما على طول بيشغلني على فكره. لا بس ممكن المناطق اللي قرب الشط دي ما يبقاش فيها سمك، مش شرط يبقى فيها سمك. بلاش يعني انت لو غوطت شويه ممكن تلاقي. بلاش. وبعدين في المياه الصافيه اللي بالشكل ده في الغالب ما تلاقيش سمك لان هو اكيد بيبقى مستخبي. هو اهم حاجه عنده ان هو ما يبانش. بلاش. قول يا باشا. بلاش. انا ساعات بكون في مكان مثلا بنزل فيه البحر. حلو. انا عمري ما نزلت بحر وشفت فيه سمكه يعني. بس بقى انزل بقى البحر الاحمر وانت هتشوف. لا سيبك من البحر الاحمر، سيبك من البحر الاحمر. البحر الاحمر يعني بالنسبه لي حاجه مختلفه، بس انت بتنزل في الاخر خالص فانت بتشوف السمك الكبير. لا سمك صغير عادي. يا عمي انا بكلمك بتشوف السمك انت بتنزل. انا رحت البحر الاحمر تمام. كل الفكره ان انت لما بتخش جوه خالص وبتعمل مثلا سلوركلينج بتشوف السمك. لو انت على الشط ما بتلاقيش سمك خالص. ليه بقى؟ مع ان انت لو لاحظت هتلاقي في ناس اصلا بتبقى واقفه جنبك بتصطاد. لا بيبقى لا يا جدع. والله العظيم. لا اماكن مخصصه يعني بيكون في مثلا اسمه ايه ده لسان، اللي هو عارف اللسان اللي هو بيبقى الصخر. ما ده جوه بقى اهو. ما ده جوه. لا ما انا بعوم لغايه جوه عادي برضه ما بلاقيش سمك. يعني الراجل بيبقى واقف جنبي الناحيه دي بيهرب منك بقى زميلي. ما بيهرب منك. خد بالك بيهرب. ده محيرني من وانا صغير والله. بيهرب والله. لو حس بحركه على مدى معين بيهرب. السمك الصغير تحديدا. حاسك بتقول اي حاجه خلاص والله في الموضوع دي بقى. انا مش هي برضه. دي ممكن تبقى سيدي بوسعيد. لا سيدي بوسعيد ما فيهاش البتاع ده. ما فيهاش البتاع ده. ده ايه ده؟ انا ما اعرفش ده فين اصلا. انا ما اعرفش هو راح فين. معناه نعمل من اول فيديو لاخر انا ما اعرف هو راح فين. ده كان المفروض يكتب لنا فعلا. يعني خد بالك يعني احنا شفنا كام مشهد من دول قبل كده في كام فيديو. بس مش كده. يعني لا ده راح حته معينه ده. وهل هو راح مكان معين فيه كل ده جنب بعض يعني، ولا كل حاجه في بلد مختلفه وهيسحلوا اللي جايبيننا في الاخر؟ لا هو كده بيصور لك تونس عموما. يبقى احنا مستحيل نروح الاماكن دي. ليه يا عم؟ تونس صغيره خلي بالك. السياحه حاجه. السياحه ادب مش الشخص يكون فهمان جدا. الراجل السايح ده يكون فهمان جدا. ليه؟ لان انا كسائح طبيعي على حسب التارجت بتاعي انا نفسي اتفرج على ايه. يعني مثلا انا لو واحد بتاع بقى شغل مولات بقى والشوارع وبتاع مش عارف هتلاقي نفسك في تونس في العاصمه مثلا. انت فاهم؟ في الاماكن الحيويه. حلو. تمام.
لو انت راجل بتحب الطبيعه هتلاقي نفسك انت ممكن ما تخشش اصلا، يا دوب انت تنزل تونس كطيران انت فاهم، تطلع تجري تروح بقى مكان تلاقيه في الشرق، تلاقيه في الغرب، تلاقيه في الجنوب. طب انت من انهي نوع سياح؟ انا طبيعه. انا عكسك تمام. انا طبيعه. انا بالنسبه لي الثقافه، يعني وسط الناس، يعني في المكان وديني المكان اللي هقابل فيه اكبر عدد من الناس ما اعرفهمش. انا بس انا بالنسبه لي الطبيعه يعني بترجع لي ادميتي حرفيا، يعني بتخليني احس ان انا فوق السحاب. يعني مع ده التشبيه حرفيا اللي انا بحس بيه. مش عارف، انا بحس ان انا مع الناس فوق السحاب. بس احب بقى موضوع الاجتماعيه ده، احب الاجتماعيه دي في ايه؟ انا مثلا رحت مكان زي ده، وليكن زي ده مثلا، زي ده تحب تعرف، احب ما تحبش تعرف الراجل اللي قاعد جوه في المدينه، تحب تعرف الراجل اللي ممكن يبقى واقف هنا، السكان اللي عايشين في المناطق دي. انا بحب افهم ثقافتهم، بحب اشوفهم هما بيتكلموا. بحس ان هما فاهمين الدنيا من منظور تاني خالص بعيد عننا. يعني احنا دول العالم ملناش دعوه بتفكيرهم، هما بتحس ان هما عندهم زهد في كل حاجه، تحب تتكلم معاهم وتاخد من خبرتهم. انت فاهم؟ المعامله بقى بتاعت المدينه دي، أيوة. ده اللي يلحق. أيوة. انت اللي هو ايه هو ده يضحك عليك ده. لا بس انا بحب التعامل ده، يعني بحب التعامل اللي هو في المدينه مع الناس اللي انا ما اعرفهمش. يعني سيبك من، يعني احب اتعامل مع ناس ما اعرفهاش، وخصوصا بقى لو من مدينه تانية، احب اشوف هم هيتعاملوا معاك ازاي، وانت هتتعامل معاهم ازاي، وهتوصلوا لبعض ازاي، وهتتقابلوا فين. انت فاهم؟ وهي دي النقطه، هي دي النقطه في السياحه بالظبط. عشان كده ممكن تروح مكان لمده 10 ايام بس، عشان انت ما انتش عارف انت اهدافك ايه، فتبقى السفريه مش موفقه ليك. بالظبط. بس لو انت عارف انت عايز ايه، تمام، ورحت للحاجه اللي انت عايزها، هتبقى بالنسبه لك يعني سفريه عظمه العظمه. ده حقيقي. انا اروح كنت لسه اقول لك انا اروح اماكن زي دي بس، واطلع بالدرون اصور بالدنيا وما فيها. دي تاخد قلبي، دي تاخد قلبي دي. اوه حلوه دي قوي، دي حلوه قوي دي. دي في منها برضو، وفي واحده زيها في المغرب. شفتها؟ في واحده منها في مصر برضه. ايه؟ في واحده منها في مصر. لا في الاردن. لا في مصر. انت رايح شرم الشيخ. لا ده الثانيه بقى. الجبلين في المغرب كبار جدا جدا جدا، والطريق تحت. انت فاهم؟ بس انا عارف اللي في مصر، اللي هو اللي في مصر عاملين في شرم الشيخ بقى، هو جبل اسمينه من النص، ما انا فاهم، وحاطين الطريق في النص، تبقى ماشي كده الجبلين اللي ايوه ماشي. بس اللي في المغرب اكبر بكتير جدا من ده، حلو قوي. انا بحب الحتت دي. يعني الاردن بقى فيها الحتت اللي هي الجبال اللي هي انت مجرد بتمشي ما بينهم بس. بس والله يا جدعان احنا منطقتنا دي والله فيها ثروات الدنيا والاخره. والله العظيم. طب تقضي صباح واحد بس كده، تبقى قاعد بتسمع الاصوات دي بس، وتبقى فوق الجبل ده تسمع صوت الميه، والله العظيم تاخد لك شويه مديتيشن لنفسك، ترجع بعد كده واحد يكلمك ما تردش عليه. ترد عليه ليه اصلا؟ انت في دنيا تانية دلوقتي. اهو قاعد اهو. باي 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 ذا دريمر. باي باي يا عم غسان. باي باي ذا دريمر. هي فعلا نيفر سين بيفور. عم غسان ما تسيبنيش والله العظيم. شوية مشاهد ميديتيشن. قال ده عامل بنزرت كمان. ده عمل لكل مدينة. لا بنزرت. ما تجيب لنا بنزرت دي. عايز بنزرت ولا نشوف؟ كنت محضر فيديو تاني. يلا خلينا نشوف بنزرت. The Dreamer. ملا بنزرت كما لم ترى من قبل. ملا بنزرت. تونسيا تيليكوم. ايوه الرملة اللي هناك دي. ايوه
لا شايف العيال اللي بتلعب هناك، شايف الولد اللي بيلعب هناك ده، شايف اه الولد اللي بيلعب هناك ده، اه ها شايفه انا بيلعب بجيت سكي ومخرب الدنيا هناك. انا نفسي اروح الشواطئ اللي شبه كده، اللي هو مش الشاطئ بقى اللي يقول لك الشاطئ بقى ودخول وعارف اللي هو انت عايز تقلع وتنزل. شاطئ، عارف اللي هو بيتقال عليه شاطئ. اقلع لا، وانزل. انا نفسي اروح ده اللي هو مش اي حد يروحه، أي. يعني مش اي ناس تروح لحد هناك، لان ده جبل يعني مش اي حد اللي هو مش احسن لا, لا يعني اللي هو مش اي واحد عشان هتديله توصل دماغه. لازم تتعب يعني، معلش ما هو ده جبل اكيد السياره بس مثلاً خلي بالك ممكن انت هو بتحطها هو عشان بعيد كبير وبعد بس كده ممكن تاخد- يكون، ممكن يكون في تحت الطريق عادي وشط عادي ما اعتقدش يعني. لا ما عادي. اعتقدش، ولو في الموضوع ده هزعل جدا. هو يتوصل له بالرجل، ايش هذا؟ خلق ربنا، خلق ربنا. اوف. خلاص انا حبيت بنزرت كده خلاص. والله العظيم فيلم هوليوودي. يعني انا حسيت فجأة بفترة القراصنة دلوقتي. بص ده اللي كنا بنشوفه في الافلام. بس تقريبا الحته دي ما كانش فيها حد بيعرف يسوق براكب. ده حقيقي. ده حقيقي، المنطقة دي الحته دي غريبة. تقريبا كان كله بيجي يلف ويرجع يقوم يقلبوا على المنطقة دماغه. دي شكلها كانت غريبة. ده في مركب ورا كمان واقعه. سلم منها. في مركب ثالثه ورا هنا بس مش باينه اهو. اللي شايف اهي. كده انا عرفت وجهتي الاولانيه فين في تونس. بنزرت. ده انا هنا كنت عايز اقول لك ده انت هنا تاكل منهم شويه لحمه وشويه كبد وقوانص. حتى بقري بس ايه، تربيه بتاعت نظيفه، تربيه الفخذ نظيفه كده من تحت. تربيه نظيفه. اه والله تبقى يعني بلد اصلا طبيعتها يعني تربيه في طبيعه اصلا ايوه يا نظيفة. حاج مفيش نسبه هتلاقي مفيش ده كيلو دهون. اللحمه ده بمبلغ وقدره. والله. المهم دلوقتي ان احنا عرفنا ان 3/4 الفيديو الاولاني اللي اتفرجنا منه في بنزين. في بنزرت. الله. كفايه يا ريس. مش عارف ليه وانا بتفرج على الحته دي بالمزيكا دي كده افتكرت لما كنا بنتفرج على الفيديو بتاع تاريخ تونس، انت فاهم، على لما كان بيتكلم على بنزرت والحروب اللي حصلت في تونس. يعني عارف انت انا ببص للصوره يعني عمال بقول لنفسي البلد دي شافت كميه حروب وشافت كميه غزوات وشافت كميه حاجات، يعني المكان ده شاف، انت فاهم يعني. الصخر ده شاهد على اللي حصل. ودماغي اتسحلت في المراكب اللي ممكن تكون غرقت هنا والصواريخ اللي اتضربت عليها والحاجات
ده الكوبري اللي احنا نعرفه. ده الكوبري اللي احنا نعرفه. صراحة مالها بنزرت. والله صراحة والله للأمانة لكي أكون، لا خد بالك احنا هنتفرج على كل اللي عمله في تونس صراحة. يا جدعان ده انا واخدها من حتة معينة حلو. اللي جه في دماغي برضو وانا بتفرج على الجزء بتاع المدينة ده، والله يا جدعان انتوا بلدكم حلوة جدا جدا جدا، يعني سيبك من الطبيعة بتاعت ربنا، بس انتوا بلدكم حلوة جدا الصراحة، وعدد نسمة قليل يعني مش كتير. يعني في الحنين يعني انت جيت على الجرح كده. 12 13 حاجة في الحنين. انت جيت على الحتة اللي انا بعشقها. والله العظيم بجد انا بحس ان سهل تتهندل بسرعة. يعني برضو فكرة الكبر المساحة وكبر عدد السكان، الموضوع صعب يتهندل شوية، محتاج يعني كده، لكن برضو 13 مليون والمساحة صغيرة سهلة تتهندل، لأن البلد تونس فعلا جميلة، فعلا جميلة، يعني بلد سياحية درجة أولى، عظيمة والله العظيم بجد. والله. من اللي أنا بسمعه منكم لما بتتكلموا على تونس، على المشاكل والحاجات دي كلها، انا فاهم كلك، واحنا برضو احنا عايشين في يعني حاجه صعبه برضو احنا كمان، بس انا بتكلم كلنا بنحاول، بس انا بتكلم فكره اللي هو والله العظيم بجد انتوا بلدكم جميله قوي، وشويه حاجات بسيطه تخلي الموضوع حلو. ما ده شغل حكومات بقى زميلي، مالناش دعوه بيه يا عم والله العظيم ربنا يصلح الحال كله ان شاء الله. ربنا هيصلح الحال ونشوف كل البلاد بتاعتنا كده فوق والله العظيم بجد. ايش يا جدعان دي يا جماعه في حلقه النهارده من برنامجكم باك جايز، كان معاكم مستر دادي شاقي سلام.